العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم عبارة بتسمعوها كتير ومش عارفين إيه معناها. العبارة الحكاية فيها إن. إيه معنى الحكاية فيها إن؟ دي حكاية حصلت في حلب. كان واحد اسمه علي ابن المنقذ صاحب الحاكم، وكانوا صحاب قوي، وحصل خلاف بينهم. فعلي ابن المنقذ خاف ان الحاكم يقتله فهرب من البلد. فالحاكم اتغاظ وعايز يرجعه عشان يعاقبه اذا كان يقتله او يسجنه. فجاب الكاتب وقال له اكتب له رسالة وخليه يبقى مطمئن وان انا سامحته وخليه يرجع. فالكاتب ده كان صاحب علي ابن المنقذ، فكان عايز ينبهه ان الحاكم هيغدر بيه. فكتب الرسالة زي ما قال له الحاكم وخلاه يعني يطمئن وان هو سامحه وان هو يرجع ومفيش حاجة كأنها حصلت. وختم الرسالة بختم إن شاء الله، شدد على النون. فوصلت الرسالة لعلي بن منقذ وقراها، وقرا في الآخر إن شاء الله التشديد على النون. ده يعني بيحذره إن أنت لو جيت لا يقتلك لا يسجنك، فهو لازم يرد على الرسالة ويفهم الكاتب إن هو فهم قصده. فعلا كتب الرسالة وشكر الحاكم، وفي الآخر الرسالة قال العبارة اللي يفهم بيها الكاتب إن هو فهم قصد الحاكم إن هو قصده سوء. كتب آخر عبارة؟ إني الخادم المقر بالأنعام، بكسر الهمزة وتشديد النون. فهم بقى الكاتب ان علي بن منقذ فهم المقصود الرسالة. وتمر الأيام والسنين وبقت العبارة في بق الناس. تتقال امتى يا حبايبي؟ الحكاية فيها إن. حكاية فيها إن بتدل على الشك وسوء النية، أو حد مدبر لي حاجة. أما حد يعزم حد ومش عادته اللي يعزمه ويروح وهو عارف إن في الحكاية فيها إن، يطلب منه طلب عايز منه حاجة فيقول يعني العزومة مش لوجه الله. ده أنا قلت برضو الحكاية فيها إن. أي حد يعزم حد أو ياخده معاه يقول له هفسحك هعملك والتاني خايف منه، هيقول الحكاية فيها إن. وإن عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير وتمسوا بالخير يا حبايبي.